هل حسيت يوم انك مش فاهم ابنك؟ بتكلمه يرد رد يخضك، بتنصحه يهاجمك، وتبدأ تسأل نفسك هو اتغير ولا أنا اللي مش قادر أوصله؟ خليني أقولك الحقيقة، ابنك مش فاشل ومش قليل الأدب، هو بس من جيل مختلف. في الفيديو ده هنتكلم عن الأجيال الجديدة، وخاصة جيل زد وجيل ألفا. مين سماهم كده؟ إيه اللي بيميزهم؟ وليه بيشوفوا الدنيا غيرنا؟ وأهم حاجة، إزاي نربيهم ونفهمهم من غير ما نخسر علاقتنا بيهم؟ ركز معايا. زمان ما كانش في حاجة اسمها جيل الألفا أو زد أو حتى جيل إكس، لكن لما بدأت الدراسات النفسية والاجتماعية تتطور، العلماء لاحظوا إن كل جيل من البشر بيتشكل وعيه بناء على الأحداث اللي عاشها والتكنولوجيا اللي استخدمها والتربية اللي اتربى عليها. ومن هنا بدأوا يصنفوا الأجيال بأسماء، مش عشان نحطهم في قوالب، لكن علشان نعرف نفهم كل جيل ونتعامل معاه صح. كل جيل له بداية ونهاية تقريبية، مش تواريخ حادة، لكن متفق عليها بشكل عام. بدأوا بجيل اسمه The Silent Generation، اتولدوا ما بين 1928 ل 1945. جيل عاش حروب، اتعلم يسكت عشان يعيش، وكمان يحترم النظام بشكل مطلق. بعده جه جيل البيبي بومرز من 1946 لحد حوالي 1964. الجيل ده كان شايل أحلام كبيرة، وابتدى يعيش طفرة في التعليم والاقتصاد، بس كان برضه متمسك بالتقاليد. دخلنا بعد كده على جيل إكس من منتصف الستينات لحد حوالي 1980. الجيل ده بدأ يشوف الدنيا بتتغير، التكنولوجيا بتدخل والمفاهيم القديمة بتتهز. كانوا دايما في النص، لا هم زي أهلهم ولا زي اللي جايين بعدهم. بس اللي حصل بعد كده كان نقلة كبيرة جدا. ظهر جيل الألفية، الميلينيالز، من سنة 1981 لحد أواخر التسعينات. الجيل ده اتولد قبل الإنترنت، وكبر وهو بيحاول يفهمه ويلاحقه. شاف الكاسيت وشاف السوشيال ميديا، كان دايما بيحاول يثبت نفسه وسط عالم بيتغير كل يوم. عاش بين حاجتين، قيم زمان وضغوط دلوقتي. من أكتر الجمل اللي بتتقاله انت بتفكر كتير ليه؟ بس الحقيقة انهم بيدوروا على معنى، مش بس شغل وفلوس. عايز يبني نفسه، ينجح ويتجوز، يربي ولاد، بس كمان عايز يحقق ذاته ويلاقي معنى لحياته. بعد كده نيجي الجيل زد من مواليد 1997 لحد 2012 تقريبا. ده الجيل اللي اتولد بالموبايل في ايده، اليوتيوب مدرسته والسوشيال ميديا لعبته، وفاهم التكنولوجيا اكتر من اهله، وعنده وعي رهيب باللي بيحصل في العالم، بس كمان بيحس بالوحدة بسرعة، وبيدور دايما على إثبات نفسه من خلال اللايكات والمتابعة. الجيل ده حساس بس واعي جدا. لو شافك مش بتفهمه هيبعد، بس لو شافك بتحاول تفهمه هيفتح لك قلبه. وأهم اللي بيميز الجيل ده إن هو مبدع وسريع التعلم، ومهتم بقضايا زي البيئة والصحة النفسية. وأكتر تحديات بتواجهه التوتر الزايد والمقارنة المستمرة وضعف التواصل الحقيقي. نصيحة لكل الأهالي، شاركهم عالمهم. مش لازم تحب التيك توك، بس اسأله بيحبه ليه. اقعد جنبه حتى لو مش بتتكلم، وجودك بيطمنه أكتر من 1000 كلمة. جيل ألفا بقى، ده جيل مولود على الذكاء الاصطناعي، ماسك التابلت قبل ما يعرف يمسك المعلقة، فاهم التكنولوجيا أسرع مننا، لكنه لسه محتاج الحنية والحكي واللعب الحقيقي. اللي بنغفل عنه أوقات إن كل جيل له مفاتيحه، ومفتاح الجيل ده مش السيطرة، مفتاحه التفاهم. الجيل ده مش بيتعلم من العقاب، بيتعلم من القدوة. مش بيستجيب للأوامر، بيستجيب للفهم. وأكتر حاجة بتميزه ذكي جدا، سريع البديهة، متقبل للاختلاف والتحديات اللي بتواجهه: تشتت، تعلق بالشاشات، ضعف التفاعل الاجتماعي الواقعي. نصيحة للأهالي، علمه يحس مش بس يفكر، خليه يغلط ويتعلم. مش كل حاجة لازم نحلها عنه. احنا كأهل ساعات بنتعامل مع ولادنا كأنهم لازم يكونوا نسخ محسنة مننا، بس الحقيقة إنهم جيل تاني خالص. ولما بنتعامل معاهم بنفس منطق زمان بنخسرهم من غير ما نحس. طب نتعامل معاهم ازاي؟ هقولك على حلول عملية بخطوات واضحة. اسمعه بتركيز حتى لو رأيه مش عاجبك، هو مش نسخة منك،
ومش لازم يفكر زيك عشان يبقى ناجح. شاركه اهتماماته حتى لو شايفها تفاهات، هي بالنسبة له عالم كامل. قلل الأوامر وزود الحوار ما بينكم. الجيل ده ما بيستجيبش للأوامر لكن بيفتح قلبه للفهم. اظهر قدوة مش بس قواعد، هو مش هيمشي وراك غير لو شافك قدامه بتعمل اللي بتقوله. على فكرة ابنك مش غريب، هو بس من زمن مختلف، بس القلب ما بيفرقش. لو قربت له هيقرب لك، ولو سمعته هيسمعك، ولو فهمت طريقته هيفتح لك بابه. ويمكن اللحظة اللي بدأت فيها تتفرج على الفيديو ده هي أول خطوة في الطريق الصح. ركز وافهم، لأن القرب مش محتاج لغة، القرب محتاج نية. لو حسيت إن الفيديو ده قربك من ابنك حتى بخطوة، شاركه مع كل أب وأم محتاجين يسمعوه. وما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. وكمان لو في موضوع معين حابين نتكلم فيه في الحلقات الجاية، بنقرأ كل تعليقاتكم ودايما حابين نسمعكم. أشوفكم في الحلقة الجاية من ركز وافهم.